من هنا من العاصمة صنعاء، من عاصمة التراث والحضارة والمناظر الخلابة وجمال الطبيعة الساحرة، من العاصمة صنعاء الذي تعد أقدم المدن التاريخية في العالم، الذي ينتمي عصرها إلى القرن الخامس قبل الميلاد. من هنا متابعينا الكرام من منتزه السلالم ننقل لكم صورة حضارية رائعة تتكلم عن الحضارة اليمنية وعن التاريخ اليمني الجديد وعن الجيش والليان الشعبية الذين سطرون ملاحم تاريخية في جبهات القتال. وأصبح ذلك الرجل الذي يظهر أمامكم هو رجل يرمز إلى ذلك الشجاعة والبسالة الذي سطروها أبناء الجيش والليان الشعبية. أصبح حاضرا في قلوب الجميع الذي تسلق الجبال كي يوصل إلى أولئك المرتزقة الضعاف الذين أصبحون كأوهن بيت العنكبوت. معكم محمد الهجري على الهواء مباشرة من العاصمة صنعاء، وأرجو منكم متابعينا الكرام تفعيل الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات. والسلام عليكم ورحمة الله. هنا من ذكريات الزمن الجميل ومن الذكريات الذين خلدوها أبناء الجيش والليان الشعبية صورا لأحد المجاهدين الذي كان يتسلق الجبال من أجل الوصول إلى ذلك الأوغاد المرتزقة حيث انتصر ذلك الرجل. والآن نضع صورة في ساحل في منتزه السلالم. هنا صورة عمقوها الشباب ورسموها وجعلوها ذكريات لا تغيب في الحاضر ولا الماضي. سيكون متابعينا الكرام سؤالنا لهذا اليوم: لماذا يرمز هذا الرجل وأين كان الجبل الذي تم التسلق فيه؟ متابعينا الكرام أرجوكم لا تنسون الاشتراك وتفعيل زر التنبيهات ليصلكم كل جديد.